السلام عليكم. تصدقي بقى ان كرتونة البيتزا ديت او علبة البيتزا دي انا اللي عاملاها في البيت، وعاملاها من شوية دقيق كده كانوا باقيين عندي، ما كنتش عارفة اعمل اكل ايه. بعد كده لقيت شوية الدقيق عملت بيهم البيتزتين الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. آم، وداعا للغلاء، هم دول شوية الدقيق اللي كانوا عندي عملت بيهم البيتزتين دول. اول حاجة خدت شوية دقيق كده، قيمة ربع كوباية دقيق. طبعا هنشط، اول حاجة عايزين ننشط الخميرة اللي هنعمل بيها البيتزا. وهحط معاها معلقة كبيرة خميرة فورية، وشوية مية قد شوية الدقيق اللي احنا حطيناهم على الخميرة. هنشط الخميرة بالشكل دوت. انا هسيبها حوالي ربع ساعة كده. بعد ما اقلبها كويس. انا قلبتها كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، وهسيبها ربع ساعة. شوية الدقيق بقى اللي هما من كوباية ونص لكوبايتين، هحط معاهم نص معلقة ملح، ومعلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة او اقل من معلقة ممسوحة كده بيكنج باودر. بعد ربع ساعة الخميرة بقت معانا بالشكل دوت، الخميرة نشطت معانا بالشكل ده. هنبدأ نضيفها على الدقيق. عندي كوباية زبادي صغيرة، ممكن لو ما عندكيش زبادي تحط نص كوباية لبن او نص كوباية مية. لو عندك برضو لبن بودر، ممكن نحط معلقتين لبن بودر ونص كوباية مية. طبعا انا بحب العجينة بتاعة البيتزا ما تبقاش طرية، يعني ببقى حريصة على ما بضيف المواد السائلة على البيتزا، بضيفها كده يعني بالراحة علشان خاطر العجينة ما تطرش مني. معانا بضاية، طبعا انا بقلب كده في الاول كده، وبعد كده هبدأ ان انا هعجنها كويس بايدي. طبعا لازم تتعجن كويس جدا. انا حطيت حوالي ربع كوباية زيت، بس الفيديو اتقفل مني، وبعد كده عجنتها. فانا بقول لكم يعني ان انا ضفت عليها ربع كوباية زيت. بعد كده عجنتها بالشكل دوت، عجنتها كويس جدا. طبعا فضلت اعجن فيها كده من 7 ل 8 دقايق لغاية ما العجينة لمت معايا، بقت معايا بالشكل ده. طبعا لازم تتعجن كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. العجينة بقى لمت معايا بالشكل دوت. هسيبها بقى تخمر لمدة ساعة. هنعمل الصلصة بتاعة البيتزا. معايا حوالي كوبايتين عصير طماطم،
ونص معلقة كمون، ومعلقة سمنة او يفضل زبدة، وملح. وسبتها على النار لما اتسبكت بالشكل ده، بقت معانا بالشكل دوت. الطريقة ديت جميلة جدا. بعد ما سيبنا العجينة تخمر، هنبدأ ان احنا نفضيها من الهواء. هنلمها بالشكل ده، ونسيبها ترتاح تاني حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة هناخد العجينة هنقسمها 2. معنى كده ان ممكن كوباية دي تعمل معانا بيتزاية. طبعا جبت صينية وحطيت فيها زيت، علشان خاطر الزيت بيساعدني ان انا افرد العجينة كويس. هبدأ ان انا اجهزها كده قبل ما احطها في الصينية. شايفين بقى العجينة مظبوطة ما شاء الله معايا ازاي. طبعا ممكن نفردها على دقيق او نفردها على زيت. العجينة بقى سلسة وجميلة ازاي. هكمل فرد بقى في الصينية. كده فردت البيتزتين في صينيتين زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ بقى ان انا احط لها الصلصة. طبعا لو ما عندكيش ممكن نحط كاتشب، ممكن نحط صلصة الطماطم المتاح بالنسبة لنا. هنعملها بالجبنة دي، جبنة موزاريلا. طبعا هي احلى جبنة ممكن نعمل بيها البيتزا هي الجبنة الموزاريلا. طبعا لو حابة تحشيها اي حاجة، لو حابة تحشيها فراخ، حابة تحشيها جمبري، حابة تحشيها تونة، زي ما انت عايزة ممكن تحطي فيها. وهنضيف فلفل، ممكن طبعا لو فلفل الوان، فلفل اخضر المتاح بالنسبة لنا. وهنضيف زيتون برضو مخلي كده شرايح، ممكن زيتون اخضر او زيتون اسود.
كده البيتزا خلصت معانا. طبعا قبل ما كنت بحشيها كنت مشغله الفرن عشان الفرن يبقى حامي معايا. اول ما احطها تستوي على طول. حطيتها في الفرن في الرف اللي تحت خالص لغايه ما اتاكدت ان الحروف بتاعتها احمرت، يبقى هي كده استوت من تحت. وبعد كده حمرتها تحت الشوايه، بقت معايا بالشكل ده. روعه روعه روعه. ما ننساش نشترك في القناه ونفعل الجرس وندوس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.